السلام عليكم حبيباتي، كي راكم البنات؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة جيدة. أنا صافا الحمد لله. فيما يخص وصفتنا اليوم كان الكسكس الجزائري، ودت لكم طريقة تحضير الطعام والمقادير تاعو، ونخليكم مع طريقة التحضير. الأولى يا البنات بديت لكم بالطعام. نحتاجو 2 مغارف زيت كبار، ونديرو الطعام لا كونتيتي اللي تحتاجيها ولا على حساب افراد العائله تاعك. كيما انا درت باكي قل ربع. ضفت لهذاك الزيت، دوك 2 معالق كبار تاع الزيت، وخلط جيدا وحكي جيدا بيدك. ما تحكيه جيدا ديري فيه الماء، غطيه كاع بالماء وصفيه ديريكتومون. في ذيك اللحظه صفيه وخليه يقعد حتى تشوف فيه بياض. هنايا بعد ما خليته حوالي ربع ساعة هكا، تقريبا ربع ساعة. ديريه في الإناء تاعك، وكما تحليه فيه. شوفي طريقة تاع الحل يعني دائرية، تكون دائرية. هنا بعد ما حليته شوفوا كيفاش جا، يجي على حبة. تكوني دايره طاجين يغلي، وديري الكسكاس، ديري داك الطعام في الكسكاس تاعك وديريه فور طفيره الاولى. بغيت نعدل لكم هذا الطرف تاع القماش اللي دوروه كيما هكا، باه شغل ما يستغرقلكش مده كبيره. علمتها لي امي، ربي يحفظها وجزاها كل خير. فيما يخص الطعام بعد ما فار شغل تشوفيه يدير البخار كيما هكا، يطلع كيما كنت نوري لكم في الفيديو السابق. الان نديرو في القصعه تاعك اللي ديري تسبيسه تاع طعام وكاع. ضيفي لها الملح وحوالي 2 معالق كبار زيت. الزيت نديروه باش ما يتعجنكش الطعام. فيما يخص الماء درت الماء يكون دافي، كما ترشي على الطعام تاعك، رشي كما ترشي. كيف تعرفي الطعام تاعك زعما دا الماء الكافي؟ كي تبداي كيما تحسيه ثقيل كيما راني نوري لكم في الفيديو. وخليه ما تخر به، ما تغطيه، ما والو، خليه شويه مده زمنيه. من بعد ما تحليه فيه كيما راكي تشوفي. بعد ما تحليه كامل كيما راني نوري لكم في الفيديو، قسميه على 2. اذا تخافي يتعجنك قسميه على 3، لما فوري غير بشويه. الان بعد ما فورتو طفيره الزاوجه، ديري في القصعه تاعك وزيدي لها الدهان. كيما انايا الدهان درت ملعقه صغيره، وخلطي وخليه خليه يريح. وديري الكميه الثانيه ديريها تفور. الكميه ثانيه بعد ما تفوريها ديريها تاني الدهان، وخلطيهم كاع. هنا كيما هنا راكم تشوفوا خلط كاع الكونتيتي. شوفي الله يبارك يجيك على حبه. الان نخليكم مع طريقه تحضير اللحم. كيما انا درته لافي، يعني طيبته السبت الصباح هذا، واللحم درته في الجمعه في الليل. شدت تحتاجي اللحم ولا الدجاج انت واش متوفر عندك. ديري 2 حبات طماطم مسكرفجين، وحبه بصله مرابيه، و5 حبات ثوم، وملعقه صغيره فلفل اسود، وملعقه صغيره راس ملعقه صغيره ملح، على حسب الكونتيتي تاع اللحم ولا الدجاج اللي درتيها. ديروهم في اناء وضيفي لهم دوك المكونات، وخلطي جيدا بيدك. وبعد ديرهم في الثلاجه. انا خليتهم يباتوا ليله كامله. اذا انت كنتي طيبي في نهارك ديري ديريكتومون صايم، ماشي شرط يبات. هي من الاحسن يبات باسكو البنه تجيك احسن من ديري ديريكتومون. ملاعق كبار زيت، نسيت ما قلت لكمش في البدايه. وخلطي جيدا.
دروك نديرو المرقة درتها في الطاجين، طيبتها في الطاجين. ديري طاجين اللحمة تاعك وضيفي داك اللحم، انا كيما انا خليته يبات ليلة كاملة، وقعدي تقلي فيه على نار هادية. ضفت له حبة زرودية، داك الزبيب تاع الطعام صح، والحمص، ملعقة كبيرة طماطم المصبرة، وزوج معالق صغار فلفل احمر. انتي اذا تحبي ديري الكورجات والبطاطا ديري، انتي واش تحبي ديري في المرقة. واذا كان عندك الكرافس تاني من احسن ديري الكرافس، انا ما كانش عندي الكرافس. وخليه هنا، شوفي بعد ما خليته ينقلى مليح، شوفي هذا هو السر تاع النجاح المرقة، يتقلى مليح. هنا بعد ما يتقلي مليح وكاع مرقي، وضيفي الزرودية والحمص وخليهم يطيبوا على نار هادية. الزبيب بعد ما نقيته وكاع ودرته في الماء لمدة ساعتين، خلطيه مع شوية طعام وديريه فور، بعد زيني به الطعام تاعك. وهذا هو الطعام، الشكل النهائي تاع الطعام تاعنا بعد ما زينتو وكاع. وش نقولكم البنات، شهيتكم في الجنة، وما عليكم غير تجربوا طريقة وتقولوا لي كيفاش جاكم. انا نخليكم يا البنات، مع السلامة، نلتقي في فكرة جديدة ووصفة جديدة.